عليكم شباب، شلونكم؟ وياكم كرار من قناة كرار العراقي. وطبعا شباب آسف على القطعة اللي قطعتها 6 أشهر متواصلة بسبب انه صارت عندي شغلات والتهيت بالدراسة مالتي. وتعويضا عن ذلك حط لكم سيد أكثر عالم مطور في ماينكرافت. يمكن هو مو أكثر عالم، طبعا هاي بالدخول مالتك. طبعا بيت كبير هو حلو، هاي بداية. هاي منها درج ومنها درج نفس الطابق. عندك هنا المخزن السري، تدوس هاي الدقمة راح ينفتح لك الباب. وبعد عندك هنا مثلا تبديل، كما تشوف عندنا تشيستات. صار مرات والله ما ادري ليش هيك يصير، مرات تصير 4 كرافتنج تيبل، تدوس الدقمة يطلع لك 2 صندوق. طبعا هذا الصندوق هو الصندوق اليهم اللي فيه الأغراض اللي جبناها من الهكر يا عيني. ومنها الإضاءة، ومنها صندوق حطيت بيه شو اسمه دروع وهاي الغراض. طبعا شباب مو اللي مسوي العالم، بس الدروع انا حطيتها، بس العالم انا مو مسوي. حملته من برنامج فتشي. ومنها عندك هاي الزر الخشبي اضاءة مال هذا المخزن. وهاي منها شو اسمه الصندوق يطلع لك. فمن تطلع ترجع تضغط البوتن وراح تنسد المدفع. طبعا مثل ما تشوفون بيت مؤثث وحلو وكله من الكوارتز. شوفوا الدرج، الله على التصميم. هاي غرفة النوم. شنو تقدر تدوس هاي ترجع تنسد عليك البوابة. منها عندك الحمام، ما ادري التواليت والله ما ادري، هاي غربي دورة مياه. وهذا حمام. وعندك مثل التلفاز هنا، شوفوا هسه هو عود مشتغل. دوس الليفر راح يطفى يشتغل. يصير بردي تعرفون. ترجع تطلع من هذا البيت وتكمل استكشافك عليه. طبعا اكو مثل هاي الباب، هاي هسه نستكشفها سوية. هاي البلكونة على ما اعتقد، اي بلكونة. وبي بوابة النذر، بس بوابة النذر تكون جوا البيت، يمكن دي جوا هي اخر طبعا. والله ما ادري بالغش ليش ترسمين بهذا البيت. اوه لا لا لا, لا يا شيخ، شوف من ضغط الليفر حرامات. على كل شباب انتو كسروا مو تكسرون البابا كلها، كسروا مثلا احنا نكسرها احنا ونفتح. شلون كانت هي درج وبلوكيه. والله اغراض هيك مفولات عندي. اشور هذول درج كوارتز، كان هاي درج وبلوكة كوارتز. هيك نرجع نقفلها. وانتم بعد هذوكم جول هاي تنزل لك الاسطبل مال احسن. هاي دقمة تضغطها منها راح تنزل الاسطبل مال احسنه. وهذا عندك مال بوشينات مثل ما تشوفون. هنا عندك البيكنج باودر، والله ما ناس ايش يسوي. هنا الريدستون. عندك الريدستون يطول مدى تعويضه. هاي شو اسمه مو صناعة البوشينات. هنا يمكن زجاج فارغ خليت، لا والله نسيت اخليه. مثل ما تشوفون هنا صور هو، وهنا صورة واحدة كبيرة. لو نجي نطب بيها طبينا المخزن صار طبعا هاك شو ما حاطين كل شي محاط بيه. هاي هيجي. وانتو بعد كملوا استكشاف البيت على راحتكم. وشباب يمكن لو ترسبن قبال البيت، لو ترسبن على مسافة بيت صغير، فاصعد على سطح البيت ومسافة عدلة، راح تلقى البيت صار قبالك عدل، فروح له. ولا تنسى تضغط لايك واشترك بالقناة. وصلنا للختام بحلقتنا، ومع السلامة وشكرا للمشاهدة.